أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان. القعدة اللي بنحاول فيها نهدى شوية ونبص حوالينا ونفهم نفسنا واللي حوالينا أكتر. والنهاردة هنتكلم عن حاجة موجودة في كل بيت وكل علاقة وكل حوار يومي، حاجة بتتسلل لقلوبنا وقلنا من غير ما ناخد بالنا، وهي أسلوب اللوم. اللوم كلمة صغيرة لكن وراها وجع وعتاب وشعور بالذنب، وأحيانا جدار كبير بيننا وبين الناس اللي بنحبهم. من واحنا صغيرين اتربينا على فكرة إن اللوم وسيلة للتربية. لما كنا نغلط يتقال لنا شفت عملت ايه؟ ليه كسرت الكوباية؟ ليه ما سمعتش الكلام؟ اللوم كان بيظهر كأنه طبيعي، كأنه أداة ضرورية عشان نتعلم الصح من الغلط. بس في الحقيقة اللوم مش بيعلم على قد ما بيزرع جوانا شعور إننا مش كفاية وإننا دايما بنقصر. يعني طفل صغير بيسمع كل يوم ليه مش شاطر زي أخوه، ليه ما ذاكرتش كويس، ليه دايما مهمل. تفتكروا الطفل ده هيكبر إزاي؟ غالبا هيكبر وهو شايل جوه صوته الداخلي اللي بيكرر نفس الكلمات، يلوم نفسه طول الوقت. لما نكبر بنلاقي نفسنا بنكرر نفس الأسلوب في علاقتنا. الزوجة تلوم زوجها عمرك ما اهتمت بيا، ليه ما سألتش، ليه ما حسيتش بيا؟ والزوج يرد وانت عمرك ما قدرتي تعبي، ليه دايما مش عاجبك أي حاجة؟ الأصدقاء كمان، ليه ما كلمتنيش، ليه ما سألتش عليا، ليه ما حضرتش فرحي؟ ويبقى الحوار كله ليه ليه ليه. احنا فاكرين اننا باللوم بنرجع حقنا او بنخلي التاني يحس بينا، لكن الحقيقة اننا بنبعده اكتر، بنحمله ذنب فوق ذنب بدل ما نفتح باب للحوار والقرب. اصعب انواع اللوم هو اللي بنعيشه مع نفسنا. نلوم نفسنا على كل غلطة، وعلى كل فرصة ضاعت، وعلى كل كلمة ما اتقالتش، وعلى كل قرار اتاخد في لحظة ضعف. ليه ما كنتش أقوى؟ ليه ما عرفتش أحافظ على علاقتي؟ ليه ما قدرتش أغير حياتي زي غيري؟ ونسينا إننا بشر معرضين للخطأ، وإن اللوم مش هيرجع اللي فات، بالعكس هيكسر اللي جاي. طيب هل معنى كده إننا نلغي فكرة المحاسبة؟ لا، في فرق كبير بين اللوم والمسؤولية. المسؤولية بتقول أنا غلطت أتعلم وأصلح، أما اللوم بيقول أنا غلطت يبقى أنا إنسان فاشل ومش نافع. المسؤولية طريق للتطوير، لكن اللوم طريق للجلد والندم. ويا ترى احنا محتاجين أي طريق في حياتنا؟ اللوم مش هيختفي بين يوم وليلة، لكن نقدر نغير الطريق. بدل ما أقول ليه ما سألتش عليا، أقول كنت محتاج وجودك جنبي في الفترة اللي فاتت. بدل ما أقول لابني اللي دايما مهمل، أقول أنا عارف إنك تقدر تعمل أحسن من كده وأنا واثق فيك. بدل ما ألوم نفسي ليه ما عملتش، أسأل نفسي ممكن أعمل إيه دلوقتي عشان أغير. الكلمات هي لكن الأسلوب بيعمل فرق بين علاقة بتكبر وعلاقة بتتكسر. أسلوب اللوم موجود حوالينا في كل مكان، بس لما نقرر نبدله بأسلوب مسؤولية وبأسلوب حب واحتواء حياتنا هتتغير. اللوم بيبعد لكن الفهم بيقرب. اللوم يكسر لكن الكلمة الطيبة تبني. يمكن محتاجين ندي لنفسنا هدنة، نخفف اللوم اللي جوانا ونفتح مساحة للحب والتفاهم. كنت معاكم في حلقة جديدة من قعدة روقان. استنوني في الحلقات الجاية وفي قعدة جديدة وروقان جديد.